الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها، فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات، فاستكثروا من الصالحات وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات. إن العمر لا يعود والموسم لا يدوم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، حياكم الله في فيديو اليوم إن شاء الله يعني تكملة تنظيفات المطبخ اللي ما بغت تخلص، بس يلا الحمد لله هانت إن شاء الله. هنا قعدت أنظف المطبخ، فرن كهرباء من زمان والله ما غسلته، أمسحه مسح بس يعني غسيل عميق لا. استخدمت البخاخ حق فلاش. بنات أنا صار عندي فيه نقط لو تلاحظونها في الفرن، ما أدري صراحة وش السبب. ممكن صدى، ما أدري صراحة وش سببها. هنا استخدمت الليفة الحديد الناعمة، مرة تجنن بنات للأفران، نصيحة من كل قلبي دايما جيبوا منها كمية، تنظف من قلب صراحة وتلمع. يعني أحس حتى لو بفيري وموية تنظف مرة معاكم. معليش أنا مسكومة شوي. وقعدت أدعك الفرن كل الجهات، من داخل من برا، وبس اللي حطيته ترى موية وفيري. منظف أفران استخدموا أي شيء عندكم. هذا فلاش مرة حلو بس إنه مرة قوي بنات، مرة ريحته قوية. وفي برضو داستي حلو، في برضو دكتور بيكمان بعد حلو حق الأفران. بس أهم شي بنات إذا استخدمتوا للفرن استخدموا الليفة الناعمة، هذه تكفيكم مرة عن أي منظفات. بس حطوا صحن موية وليمون، حطوه بالفرن من داخل وخلوه يتبخر الفرن وبعدين استخدموه. اللي حابة ما تستخدم يعني منظفات أو عندها مشاكل بالجيوب الأنفية، أنا صراحة الفترة هذه مرة راجعت لي، والسبب إني مكثرة مرة شموع، وعشاني مرة يعني مستعجلة بس أبي أخلص أنظف. استخدمت هذا هو البخاخ فلاش، بس انتبهوا مرة قوي يا بنات، مرة منتجات فلاش لاحظت إنها قوية مرة، فحاولوا ما تكثرون منها أبدا. بالعادة أستخدم مكنستي كاشة للتنظيف العميق الفرن، بس هالمرة أقول لكم اليومين هذه، مو اليومين، الأسبوع هذا كله ما أدري ما فيني طاقة، بس أبي بخلص الجدول وأرتاح. الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر على نعمة الصحة والعافية. طلع عندي نقص فيتامينات حاد بالزنك والمخزون الحديد، وبرضو باء 12. فنصيحة من كل قلبي لا تهملون أنفسكم. أنا صراحة ما كنت متوقعة إنه من النقص الفيتامينات هذا بنات. لو تلاحظون الأثر اللي أقول لكم، متقشر عندي صراحة، انقهرت مرة ما أدري وش السبب، رغم إني ترى بالتنظيف يعني كل شهرين كذا أو شهر استخدم منظف، بس يعني مو بأنه دائما، لا بالعادة يعني موية صابون. آخر مرة جتني العاملة عطيتها لا إله إلا الله المنظف وقلت لها نظفي، بس ما أظن يعني إنه منها، ما أدري، ممكن متقشر من موية ومن صديد، لأنه حتى لو ادعكت بليفة الحديد هذه الناعمة ما راح يأثر. فمثل ما أقولكم شكله من المنظفات والله أعلم. اللي صار معاها نفس كذا تقول لي وش السبب بنات. هنا بعد ما خلصت قعدت أمسح بملمع زجاج. بالنسبة لتحاليلي والله يا بنات سبحان الله، أنا من فترة أحس بخمول، أحس أعصاب، أحيانا إيدي توجعني، ظهري يوجعني، يعني كذا بدون أي سبب فجأة يعني الألم. فكنت أقول لا يعني إن شاء الله إنه مو بتعب جسدي، أقرأ قرآن وأقرأ أذكاري، بس يروح ويرجع التعب، فهمتوا علي؟ يعني مستمر، مو باللي يجيني فترة ويروح. إرهاق يعني، تخيلوا ما لي خلق أرقى الدرج أبدا، يعني لما يصير أبي شغلة من فوق ما لي خلق أروح. فما كنت عارفة يعني صراحة السبب. تساقط بالشعر كثير كان عندي مرة،
لاحظت بعد التغير المزاجي، يعني بسرعة مزاجي يعني يتغير، يعني أكون أضحك فجأة مالي خلق، بس ودي حتى أبكي، فيعني بدون سبب. المهم أخذت موعد من دكتورتي ورحت وأخذت التحاليل الشاملة. طبعا أنا على طول قلت لها دكتور أنا عندي كذا وكذا وكذا، فقالت لي لازم أشيك على الفيتامينات، ممكن يكون عندك نقص. وطلعت نتائجي طبعا ب12 عندي ناقص مرة، يعني الطبيعي 650، أنا عندي 100. ومخزون الحديد برضو، الزنك، عموما يعني كان عندي نقص مرة حاد. فقالت لي دكتورة لازم أصرف لك إبر تاخذينها وتاخذين معاها فيتامينات لمدة شهرين، بعد شهرين نحلل لك مرة ثانية ونشوف هو رجع طبيعي أو لا. إن شاء الله يا ربي ينفع بالدواء، وربي إن شاء الله يكتب لي والكل مريض يا رب الشفاء العاجل. الحمد لله، يعني الإنسان ما يستسلم حتى لو كان فيه تعب وكذا. والله لما أجلس كذا مالي خلق ما أتحرك ولا شيء، أحس جسمي مرة يتعب زيادة. فالحمد لله يا رب لك الحمد، ما دام الإنسان بصحة وعافية يتحرك ويحاول قد ما يقدر. طبعا المطبخ أنا أنجزته على فترات مرة متباعدة، بس الحمد لله يعني أنجزت لو جزء بسيط. فإن شاء الله بإذن الله عن ربي يبارك لنا في وقتنا وفي جهدنا. ونصيحة بنات، أنا والله ما أحب أتكلم، ما أحب يعني أصير طاقة إيجابية، عفوا طاقة سلبية عليكم. كل إنسان فيه اللي مكفيه، بس فعلا اللي تلاحظ بنفسها وبصحتها أنها متغيرة. الأعصاب سبحان الله ب12 مرة تأثيره على الأعصاب بشكل مرة كبير. هنا غسالتي غسلتها تغسيل كامل ونظفتها يعني بليفة وموية وصابون فيري، ما أكثر بنات، نقط خفيفة. وبعدين رجعت كل شيء وخلاص كذا أحط المنظف حق الغسيل. هذا الطريقة دي أسويها تقريبا بالشهر مرة، وعشان تنظف تعطي الأواني اللمعة. هذا هو موجود في المحلات كلها، في نكهة الليمون بعد مرة حلو. المهم انه اهم شي بنات انكم تسوون تحاليل شاملة. هو المفروض صراحة ان نسويها كل 6 شهور، لكن للأسف احيانا الانسان يتناسى او يتغافل عن هالموضوع، والتأجيل يخلي الواحد صراحة يتعب زيادة. أنا ترى من فترة طويلة، يعني لا تتوقعون الفيتامينات نقصها بسرعة بيوم وليلة تصير أعراض عندك، لا لا لا، أنا من زمان معاي هالأعراض، بس كل مرة يعني ما كانت تضغطني مرة، يعني مرة واحدة لا، تصير على فترات متباعدة التعب. بس الفترة هذه لاحظت التعب معاي يعني يعني أيام ورا بعض، يعني يصير الأعصاب، إيدي كل شوي إيدي توجعني، مثلا رقبتي، مثلا رجولي، يعني بدون أي سبب سبحان الله. فالحالة النفسية وتغير مزاجي، إذا لاحظتي نفسك إنك في تغيرات كبيرة على جسمك أنت ما كنتي يعني متعودة عليها، فضروري التحليل الشامل، تحللين وتشوفين الهرمونات والفيتامينات في جسمك عشان تشوفين النتائج. وإن شاء الله إذا كان في نقص أو شيء تقدرين تاخذين فيتامينات وأشياء ترفع منها. بس الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى علي، إني أنا من الناس ترى اللي أحب التنويع. لو تلاحظون إن أكلي يعني تقريبا أغلبه صحي، بس سبحان الله يعني إذا الله كاتب لك شيء يصير، والحمد لله على ما يكتب ربي. بعدها بعد ما عبيت بهاراتي تقريبا على وشك يخلصون، بس عادي مو مشكلة. نستخدم اللي موجود. أنا ما أحب أجيب كميات كبيرة، حتى لو أشتري من العطار أجيب كمية بسيطة، يعني مثلا أجيب ربع كيلو. أحب صراحة إني أطحنه في البيت، أفضل بكثير اللي تطحنينه بالبيت، إنه يكون نظيف ومو يعني في حصى أو يعني أعواد أو شيء. فحلو دايما نجيب البهارات ونستخدمها. هنا طابعة أخذتها من جرير، مرة تجنن بنات صراحة. أنا أخذتها من رمضان، بس ما اشتغلت عليها لأني كنت أبي علب، ما حصلتها، كنت أبي انساكو، بس لقيت بالحبة يعني أعداد. أنا بكمية يعني تقريبا ب20 علبة بخصصها للبهارات، في درج عندي البهارات بخصصها كاملة، فما حصلتها وقلت مو مشكلة خلنا نستخدم هذه، وبعدين إن شاء الله أجيبها واستخدمها. الحلو بالورق الطابعة هذا كأنه مغلف ببلاستيك، يعني مو بورق تخافون انه يتوسخ، بما انه حق بهارات. مرة حلو صراحة، مرة حلو، ينفعني بعد انه اذا احد يستخدم المطبخ بعدي، مثلا زوجي، عيالي، اي احد، يكون يعني يقرون كل شيء موجود.
ما يسألوني ماما هذا إيش وهذا إيش، خلاص يعرفونه ومرة مريح هالفكرة. ومثلا أشياء مثلا من أنواع من البهارات، يعني أحيانا نجيب بهارات مطحونة ما نكون عارفين اسمها، كنت أكتب عليهم بقلم أبيض أخذته من إيكيا، بس هذا صراحة حسيت إنه أرتب لأن القلم يمسح من بصمات اليد. فالطابعة هذه من جرير، وإن شاء الله بسوي لكم تقرير كامل، بس لسه أنا مبتدئة فيها يعني ما عرفت لها كثير، فإن شاء الله بإذن الله إني أتكلم لكم عنها وأقول لكم تقرير، أخصص لكم تقرير كامل يكون واضح لنا. طبعا أنا ما أكتب التاريخ لأني أقول لكم مثل ما قلت لكم أجيب بهارات يعني كمية بسيطة، ما أحب أكثر، 1/4 كيلو. أحس سبحان الله لما تكثرين الشيء ما يستخدم، لما تقللين تستخدمينه كثير. وبس هنا كذا طبعت كل الأوراق الحمد لله، وعندي زيوت بعد بالعلب طبعتهم واستخدمتهم عشان كل شيء يكون واضح وكل شيء يكون مرتب ونظيف. هذه القطعة حقت الهواية حقت الفرن أمس حطيت عليها، مرة طلعت ما شاء الله تلمع. وهنا عندنا ريفيو المكنسة دايسون العيون اللي طلبتها مني، أتوقع كذا واحدة، بس في واحدة مرة مصرة إني أتكلم عنها، الله يسعدها يا رب. وآسفة على الإطالة. هنا المكنسة ماركة دايسون. هذا الأنبوب الشفاف هذا هو الحوض حقها. هنا البطارية حقت الشاحن يثبت بالجدار وبس تعلقينه عليها. هنا القطع الغيار، وهنا القطعة هذه مخصصة للموكيت والباركيه، ومعاها قطع الكبيرة حقت السيراميك حقت الأرضيات، تنفع حتى للسجاد، وهذه مخصصتها للكنب ومخصصتها لمراتب السرير. مرة صراحة مريحة لأنها قطعة صغيرة وبسرعة تكنس وتنظف معاي. طبعا مرة ممتازة جدا جدا المكنسة، وعملية وحلوة وخفيفة. ليش شريتها بنات أنا عشان بيتي كذا دور، فجدا مرهق بالنسبة لي أشيل المكنسة الكبيرة، وهذه عملية. لو تلاحظون شلون مرنة تدخل معاك تحت الكنب، بس الكنب هذا عندي مرة نازل، بس الكنبات الثانية تدخل بكل سهولة وتتحرك معاي بكل سهولة. هنا هذه القطعة مخصصة للشبابيك للأدراج، لو تلاحظون إني أستخدمها دائما للأدراج حقت المطبخ، وأدراج أي أدراج عندي أستخدمها لها، لأنها مرة صراحة تنظف وحلوة مرة للشبابيك. تبغون تحطون الفرشة ولا تحطون القطعة هذه كاملة، يعني تنزلون الفرشة تحت. مرة ممتازة يا بنات، ممتازة صراحة. القطعة هذه مرة مفيدة بالنسبة لي، ما أستغني عنها. بتقولون لي أفين تنصحينا بالمكنسة، والله أنصحكم من كل قلبي يا بنات. اللي ما عندها عاملة، إذا عندك عاملة ما أحس وجودها ما له داعي. هذه القطعة الثانية هذه للأسطح الطاولات، حلوة يعني خفيفة، وتمسح مثلا يعني بمسح طاولة الطعام أو شيء، أكنسها قبل إذا كان فيها غبار، خصوصا إذا صرت رايحة مسافرة ورجعت، بس أكنسها وخلاص أستخدمها. القطعة هذه للسجاد الأشياء لأنها خشنة مرة، عكس الفرش الثانية، لا الدائرية هذه أخف، بس هذه مرة خشنة. هنا الفلتر حق المكنسة، طريقته تفكينه كذا باللف وتغسلينه وخلاص. بعد ما تغسلينه تحطينه تحطينه برا يجف لين يجف. ضروري بنات إذا غسلتوها تاخذ يوم كامل عشان تتأكدون إنها جافة مرة 100%. هنا ضغطة الزر، وقت ما تكنسين تضغطين الزر يعني، وسهل مرة يعني، مو باللي متعب تقولون إنك وقت ما تمسكين يعني فترة طويلة يتعبك، لا. هذه الشاشة حقت الشاحن، هذا ضغط الخفيف يعني كنس خفيف مرة، بالعادة أحط الوسط، لكن اللي لونه أحمر هذا يا بنات شفطه مرة قوي يعني، وبسرعة يخلص شحنها. يعني مثلا شيء يعني مثلا زجاج، مثلا غبار يعني بالسجاد كذا مثلا بسحبه بقوة أشغله عليها. فالمكنسة ممتازة. هذا الأنبوب اللي أفكه، شفتوا الأحمر هذا أضغطه، لا أنا كنت أضغطه وما فكيت العصا من فوق، لازم ضروري أفك العصا اللي لونها أزرق بعدين أفك المكنسة على طول. الله يكرمكم إذا جيت عند الزبالة أضغطه من تحت الأحمر وينكب على طول اللي فيها نفس كذا. لاحظتوا مرة سهلة مرة سهلة بالشغل، يعني أفضل من المكانس الثانية بكثير. هذا نمسحه بمنديل، طبعا إذا جيت أغسله أفك هذا
أطلعه برا. لكن الجهاز أبدا ما يجيه موية، بس أمسحه بفوطة بدون موية ولا شيء، بس فوطة أو فرشاية أسنان مثلا جافة وبس. هنا ركبت الفلتر حقها وخلاص سهل علي الاستخدام. القطعة هذه لو تلاحظون انها مخمل، حلوة مرة للسجاد صراحة، حلوة للباركيه، مرة عملية، أحبها للدرج. فالمكنسة جدا جدا ممتازة، مرنة، لو تلاحظون دخولها. لو تبي تفكون العصا وتركبون الراس صغير بدون يعني مثلا بكنس مثلا طاولة، ما يحتاج العصا أحطها، بس أفكها وخلاص أركب الراس على المكنسة من فوق. المكنسة جدا عملية. بتقولوا لي تنصحينا؟ أنا قلت لكم قبل شوي أنصحكم من كل قلبي. سعرها تقريبا 2400، في منها إصدارات كثيرة، حقتي إصدار 11، فهي موجودة الآن بإكسترا وعليها عرض. سعرها من 3000 وشوي، بس أنا أخذتها بعد بعرض، الآن عليها عرض ب900 وشوي تقريبا. بحط لكم الصورة في المنتدى، اللي محتاجتها فعلا لا يفوتها العرض، مرة قوي. سعتها تقريبا 700 وشوي و50. بالنسبة لقوتها 545 واط. طبعا هذه الفيتامينات اللي كتبها لي الدكتور عفوا. هذا مكمل غذائي، كلهم مكملات غذائية بما انه مرة الفيتامينات ناقصة. طبعا اللي ناقص عندي بنات الزنك والباء 12. هذا بنات مرة ممتاز، قريت عنه ممتاز جدا. فأنتم نصيحة لا تاخذون أي شيء إلا أنتم مستشيرين الدكتور. طبعا هذا بعد الفطور وهذا بعد الغداء. هذه هي الأهم الفيتامينات اللي كتبتهم لي الدكتورة، غير الإبر راح استخدمها يعني مرتين بالأسبوع. الله يا رب يكتب لنا الشفاء العاجل يا كريم. الأعراض اللي حسيتها قلت لكم أنا الخمول بنات مرة يعني، والأعصاب مثل ما قلت لكم هذه كلها سبحان الله. يعني الباء 12 هو اللي يأثر فيها، فاللي تعاني منها على طول تروح تحلل وتشيك أفضل. ونصيحة لا تاخذون يعني أي فيتامينات، لا من أي هيرب ولا أي شيء. شوفوا أنا موقفة فيتامينات من زمان، ما أخذها أبدا، أخذتها مرة بعدين وقفتها. لأن الدكتورة نصحتني، قالت النصيحة المكملات الغذائية لا تاخذونها إلا بوصفات الدكتورة. هنا هذول يوم كتبتهم لي الدكتورة صراحة قالت لي استمري عليهم فترة، وبعد فترة نقيس الفيتامينات، يعني نسوي لك تحليل مرة ثانية ونشوف إذا ما خفت ترجعين تستخدمينها. فأهم شيء التحليل. يعني أنا صراحة دائما أسوي تحليل شامل، بس ما أدري ليش ما أشوف مخزون الحديد باء 12. يعني ما أدري سبحان الله ما يجي في بالي، رغم إنه فيتامين د مرة ناقص عندي، بس هذولي مرة مؤثرات يعني تأثيرها قوي جدا. فمثل ما أقولكم أنا أحب أكل الأشياء الصحية وكذا، بس سبحان الله أتوقع هو السبب الرئيسي بعد مشيئة الله إنه الغازيات. أنا مدمنة غازيات مثل ما قلت لكم، ولهذا إن شاء الله بإذن الله إني أقدر أوقفها. بحاول أخففها بالتدريج عشان ما أرجع لها رجوع قوي، لأنه لما قريت عن الزنك ومخزون الحديد إنه فعلا هي تأثر عليه، والله أعلم. يا رب إن شاء الله إنكم تستفيدون. وبالعكس أنا ما أحب أكون لكم طاقة سلبية، أحب أكون لكم طاقة إيجابية. حتى الأيام اللي أكون والله مالي خلق أو إني تعبانة ما أحب أصور فيها، لكن لعل واحدة من البنات يعني تشوفه اللي مثلا تعبانة أو شيء يعني تنسى هالموضوع نهائيا. فإن شاء الله إنها تشوف هالمقطع يعني وتحلل وتشوف، لأنه له تأثير. النقص كل ما ينقص زيادة الفيتامينات تسبب أشياء مضاعفة، لدرجة إني حتى مرة قريت إنه تسبب فشل كلوي. الله يكفينا الشر ويحمينا وإياكم. وإن شاء الله يا ربي فالنا وفالكم الشفاء العاجل يا رب، والحمد لله على ربي ما يكتب لنا خير أو شر يا رب العالمين. وهذا بنات زيت زهرة الربيع، الدكتورة مرة تنصحني فيها، تقول دائما خذيها. قلت دكتورة بدون استشارة بدون أي شيء، قالت عادي خذيها. مرة ممتازة صراحة. زهرة الربيع تقريبا 90 حبة، تجي 3 شهور. سعرها ناسية والله، بس ممتازة بنات للي عندها مشاكل مثل أثناء الدورة الشهرية أو مشاكل بالبشرة. قالوا بنات إنها تسمن، أبدا بنات أنا ما لاحظت أي شيء إنها تسمن.
يعني عادي ما لاحظت أي فرق، بالعكس تزين البشرة، مفيدة جدا صراحة. فاللي حابة تستخدمها سعرها هذا هو، لحظة، 86 ريال، فيها 90 حبة، كل يوم حبة. أنا كاتب لي بالبداية كنت أخذ حبتين، بعدين صرت أخذ حبة واحدة بس مع المكملات هذه، والله ينفع بها يا رب. فاللي تعاني من مشاكل بالدورة، نصيحة من كل قلبي تاخذها وتدعي لي. حتى البنات الصغار عادي مناسبة لهم. أنا يعني صراحة ما أحب أتكلم بالأدوية وأشياء زي هذه وأقول أحد ياخذها، بس فعلا لأني لاحظت الفرق يعني بشكل كبير، وأنا من زمان ترى عليها أخذها لين أخلص العلبة وأوقف شهر شهرين كذا، وبعدين أرجع أخذها مرة ثانية. هي الفيتامين الوحيد صراحة اللي أخذه بدون وصفة الدكتورة، لأن الدكتورة هي بنفسها قالت لي هذه أسميها صديقة المرأة، لأنه تقول جدا مفيدة، فاستخدموها دائما عشان هرمونات الجسم وكذا. اقروا عنها في جوجل، زيت زهرة الربيع المسائية. بس والله إن شاء الله يا رب استفدتوا من فيديو اليوم وعجبكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.